اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير والتفاؤل والبركة في كل أمور حياتنا. ربنا يجبرنا كلنا أجمعين ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وينول كل واحد مراده ومقصده. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة، متنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني. بصوا هنا بقى، أنا جبت شوية حاجات علشان أخزنها في الفريزر عندي. أنا هنا كنت جايبة لحمة مكعبات ولحمة مفرومة وفراخ وبانيه. تعالوا بقى مع بعض نظبط الحاجات دي واقول لكم على شوية تتبيلات تحفة وتركات لازم تعمليها اذا كنت عايزة تخزني الحاجات دي في الفريزر. وبالمناسبة بقى يا جماعة، انا من عادتي ما بحبش اتكلم على حد، بس انا شفت كام فيديو قدامي انا خلوني افكر كتير. طب ليه احنا بنعمل كده؟ يعني ليه انا اشوف فيديو مكتوب عليه تعالي اقولك ازاي ب250 جنيه تجيبي اللحمة اللي هتكفيكي طول الاسبوع؟ هو احنا عايشين في كوكب تاني؟ هو احنا مش عارفين الاسعار حوالينا عاملة ازاي؟ ولا الاسعار في المحافظات مختلفة؟ ولا الاسعار في المناطق مختلفة؟ كلنا عارفين كيلو اللحمة بكام، عارفين كيلو الفراخ بكام. فحضرتك هتجيبي ب250 جنيه لحمة اللي هم نص كيلو مثلا هيكفوكي طول الاسبوع؟ وإذا كانت الأسرة ديت مكونة من 4 أو 5 أفراد، فماذا عن الكلام ده؟ ولا بقى اللي تقولك تعالى أقولك ازاي ب2000 جنيه هتمشي بيتك من فواتير وأكل وشرب وكل حاجة طول الشهر كله ب2000 جنيه. ده أنهي عقل بشري يستخدمه؟ احنا كلنا أو يصدقه. احنا كلنا بنعاني من الأسعار ومن غلو الأسعار ومن غلو الخدمات ومن كل حاجة حوالينا. ازاي احنا نصدق حاجة زي دي بقى؟ انا بس اتكلمت في النقطة دي لان انا شفت اغلب الفيديوهات واغلب الناس بتتكلم في النقطة دي، بتقولك تعالي اقولك ازاي توفري وازاي تدبري. يا جماعة اتكلموا في حاجة نقدر نصدقها او نقدر نستوعبها، ما استخفوش بعقول الناس. الناس كلها عارفة الدنيا حوالينا ماشية ازاي، حتى لما بنزلش، حتى لما بيتابعش، احنا عايشين، احنا بنشتري كل حاجة. المهم، بصوا بقى، انا غسلت الفراخ غسلة في قلبك، غسلة كده خليتها بتضايق من كتر النظافة. لازم تتغسل كويس علشان الزفارة يا جماعة، ولازم تتبل كويس لو انا هشيلها في الفريزر. بصوا بقى التتبيلة اللي انا بعتمدها: اول حاجة ملح وفلفل بهارات، عندك بابريكا، عندك كركم، ومية بصل. وبصل لو مش موجود فالبصل طبعا هيغني، بس مية البصل بتفرق معايا جامد. ده انا عملت كده بيه البانيه. هنا بقى هبدأ اعمل الفراخ علشان اتبلها لازم اديها فتحات كده بالسكينة، كذا فتحة، وخصوصا الصدر عشان السوا. اول حاجة علشان التتبيلة تتغلغل كده في اللحم، وعلشان لما اجي اسويه ياخد سوا حلو. والوراك برضو لازم نقطعها من عند المفصل عشان ما يكونش فيها زفورة وتستوي معانا بسرعة. فانا كده قطعت كله تمام. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا صلوا على النبي واستغفروا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني. وياريت تقولولي انتوا بتتابعوني منين، وتقولولي كمان رأيكم في الاكل اللي انا بعمله. بصوا برضو هنا الفراخ انا حطيت عليها الملح والفلفل، وحطيت عليها بقى بصل. غرقيها بصل على قد ما تقدري، وحطي في الفتحات اللي انت فاتحاها وتحت الجلد يمين وشمال وفوق وتحت وكل حتة. جبت هنا بقى كام فص توم، قلت ازود بقى شوية. فص التوم برضو بيدي طعم للفراخ رهيب. وانتوا التتبيلة دي لو شلتوها في الفريزر وقعدت وقت في التلاجة بالتتبيلة هتلاقوا السوا معاكم ما بتاخدش وقت، هتلاقوها زبدة حرفيا يعني. اما طريقة السوا بقى في فيديوهات تانية انتوا بخشوا شوفوها. كده الفراخ بقت متبلة تمام جدا، والبانيه برضو بنفس التتبيلة معاه. اللحمة المفرومة دي بقى هنشوفوا لها وقتها. اما الكبدة بتاعت الفراخ انا مش بحطها مع الفراخ لان انا بستخدمها في وقت تاني، في يوم كده عايزة اعملها للولاد ولا حاجة، ولا حد عايز ياكلها، عشان انا بصراحة يعني مش بحبها. فتبلتها بنفس التتبيلة، حطيت عليها ملح وفلفل ولو في كركم وبابريكا وبصل، وهشيلها لوحدها. اللحمة المفرومة بقى دي انا بقسمها على اكياس بحيث ان انا اطلع الكيس اعمله على طول، لان لو طلعت كمية هتاخد لها يومين علشان تفك. ولو انا بقى عندي وقت اكتر هعملها كفتة، يعني هشيل البصل مع اللحمة هعملهم وهتبلهم بحيث ان هم يكونوا جاهزين على السوا على طول. كنت هاخد منهم كيس، بس انا للأسف انا الفيديو ده خد مني وقت كتير جدا 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 عقبال ما نضفت الفراخ. انا تنظيف الفراخ بياخد معايا وقت لان انا ما بحبش يكون فيها اي ترتوفة زيادة، لازم اشيل فيها كل حاجة زيادة واخليها كده بتبرق. فتنظيف الفراخ بياخد معايا وقت، وانا ما كانش عندي وقت المرة دي. انا ممكن في وقت تاني اطلع كام كيس واعملهم كفتة واشيلهم، بس لو ما عنديش وقت لازم اشيل اللحمة كده على قد وجبة كل يوم. هنا بقى كانت الحاجات كلها متبلة وجاهزة عايزة تتشال على طول. انا للأسف الوقت ده
الأكياس بتاعة التلاجة كانت خالصة عندي، فاضطريت ان انا اشيل في أكياس عادية عقبال ما اشتري. انا هنا الفراخ كنت جايبة هشيلهم على أكلتين يعني، لان انا يا جماعة لو قلتلكوا الفرخة، تعالي اقولك الفرخة الواحدة هتكفيك ازاي الشهر كله، يبقى انا بضحك عليكوا. لما احنا نكون مثلا في الأسرة او في العائلة 4 افراد، هعمل لكم ازاي الفرخة دي على شهر؟ انا مش فاهمة ازاي. لا، انا هعمل فراخ يبقى انا اعمل فراخ وكله ياكل وكله يتبسط يا جماعه، مش ان انا اجيب فراخ بقى واخلي كل واحد ايه ده يعني، مش كلام ولا طريقه تفكير ولا اي حاجه. فانا الفراخ شلتها على مرتين كده، وكبده الفراخ برضو شلتها لوحدها، بحيث ان لو عايزه اطلعها في اي وقت اطلعها. وكده كل حاجه كانت مظبوطه. وبرضو البانيه انا شلتها في كيسه واحده، لان ما كانش عندي في الوقت ده اكياس زياده. شايفين بقى التتبيلة؟ انا يا جماعة لما بعمل منها البانيه دي بتروح في حتة تانية، طعمها بيروح في حتة تانية، لان هي كل ما الحاجة بتتشال في التتبيلة دي وقت اكتر، كل ما بتشرب من التتبيلة اكتر. وبس كده كل حاجة بقت جاهزة معايا، هتتشال في الفريزر، هتطلع على استوى على طول. يعني الفراخ هتشويها على طول، هتسلقيها على طول. واللحمة المفرومة برضو اذا ما كنتيش هتعمليها كفتة، فانتي هتطلعيها وهتطلعي البصل المبشور اللي احنا بنشيله مع بعض، وهتبقى الدنيا تمام. وبس كده يا حلوين. يا رب يكون الفيديو فاتكم بأي حاجة حتى لو كانت صغيرة. باي.